السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم دكتورة أسماء أبو زيد. النهاردة هنشرح مع بعض أسئلة الوورد العملي تحديث نوفمبر 2024. احنا كنا شرحنا قبل كده الوورد بالتفصيل، وشرحنا الأسئلة الموجودة اللي بتيجي عليه، وعملنا منه جزئين من على القناة، تقدروا ترجعوا لهم فيهم معلومات مهمة جدا جدا. وانا باكد للمره المليون، الفهم مهم. ودلوقتي احنا عرفنا اهميه الفهم من اللي احنا بنعمله دلوقتي، بقوا يجيبوا اسئله عملي. فالانسان اللي فاهم وعارف مكان الايقونات والتبويبات الموجوده في الملف هيقدر بكل سهوله يحل كل اي سؤال عملي يجيله. تمام. فدلوقتي احنا النهارده هنبتدي نطرح بعض الاسئله اللي جت في الامتحانات وهنطبقها مع بعض عملي. يا ريت لو حد معاه مثلا جهاز كمبيوتر يحط قصاده دلوقتي ويفتح معانا برنامج الوورد ويطبق بايديه. واحب بس انوه على حاجه، ان في الامتحان في 3 فرص لكل سؤال، فاذا انت حاول ما تتعداش ال3 فرص، لان خلاص هيضيع عليك السؤال ومش هتعرف تحله. فلازم تركز كويس قبل ما تدوس اي اجابه او اي خطوه. تمام. نبتدي مع بعض بقى الاسئله. هنفتح دلوقتي ملف وورد وهنمسك سؤال سؤال ونطبقه عملي مع بعض. السؤال الاول معايا بيقول لي ايه: باستخدام تخصيص شريط ادوات الوصول السريع قم باضافه جديد وطباعه سريعه وتدقيق املائي ونحوي. طبعا احنا كنا شارحين في الجزء الاول للوورد اماكن كل حاجه موجوده في الواجهه الرئيسيه للوورد. فطبعا هنا بيقول لي شريط وصول الادوات السريع ده موجود فين؟ ده موجود يمين اعلى الواجهه. فدلوقتي احنا عندنا اول سطر خالص في الواجهه ده اللي في النص ده اسمه شريط العنوان، على ايدينا الشمال ده اسمه ازرار التحكم، ممكن نعمل منه اغلاق او تكبير او تصغير. واللي على ايدينا اليمين هو ده اللي اسمه شريط ادوات الوصول السريع اللي هو كويك اكسس تول بار عشان لو جالنا بالانجلش. تمام. نتذكر سريعا هو كان وظيفته ايه. كان في بعض الاوامر اللي هي بتخليني اقدر اعمل خطوات سريعه، يعني مثلا حفظ، بدل ما ادخل على قائمه ملف واختار حفظ، لا، يبقى انا ادوس على طول على ايقونه حفظ يحفظ لي الملف. نفس الكلام في التراجع والاعاده. وكمان قلنا ان في سهم جنبيهم، السهم ده لما بدوس عليه يدينا قائمه، القائمه دي فيها اوامر تانية ممكن اضيفها للشريط، وفي نفس الوقت الحاجات اللي انا ضفتها للشريط ممكن احذفها منه. يعني انا لما بحدد حاجه عشان تظهر في الشريط بتبقى جنبها علامه صح، عايزه الغيها بشيل منها علامه الصح. فدلوقتي خلينا نحل السؤال بتاعنا. هو بيقول لي ضيفي في شريط ادوات الوصول السريع جديد، فادور على جديد وادوس عليها على طول. هتظهر الايقونه بتاعتها، ولما بقف عليها كده من غير ما ادوس بيظهر لي ان هي فعلا اسمها جديد. تمام. طب عايز يضيف ايه تاني؟ عايز يضيف طباعه سريعه، برضو اروح دايسه على السهم واختار طباعه سريعه، هتظهر لي الايقونه بتاعتها. طب واخر حاجه عايز يضيفها هو تدقيق املائي ونحوي، اروح برضو مختارها. كده انا نفذت الامر بتاعه واخدت الدرجه النهائيه بتاعتي. تمام. ده كان السؤال الاول. السؤال الثاني يقول لي ايه: باستخدام شريط المعلومات قم بتغيير لغة الكتابة من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية ثم قم بتكبير المستند إلى 120%. طب حاجة السؤال دلوقتي ده فيه حاجتين. أول حاجة هو عايز أغير اللغة من اللغة العربية للغة الإنجليزية. طبعا تحت هنا بيظهر اللغة المستخدمة، هو عايز يخليها انجليزي. فاعمل ايه؟ اروح دايسه دبل كليك على الجزء ده اللي هو موجود في شريط اسمه شريط المعلومات. وايه هو شريط المعلومات؟ مراجعه سريعه، هو اللي بيعرض معلومات الملف كعدد صفح وعدد الكلمات، وكمان بيبقى موجود فيه اللغه المستخدمه. فبدوس عليه دبل كليك، وبعدين ببتدي هنا كل اللغات المتاحه، فببتدي اختار اللغه الانجليزيه للولايات المتحده واروح دايسه عليها دبل كليك. تمام. وبقت انجليزيه. تمام. الجزء التاني من السؤال يقول لي قم بتكبير المستند ل 120%. طبعا احنا قلنا جزء التكبير والتصغير موجود في شريط برضو المعلومات، بس على ايدينا اليسار في الجزء ده. الزائد والناقص، الزائد بكبر والناقص بصغر الحجم الصفحه. فدلوقتي هو احنا حجم التكبير بتاعي الحالي كام؟ 80%. فببتدي ادوس على زائد وعيني هنا على على العلامه في المية لغايه ما اوصل ل 120. افضل ادوس مره اهو، الثانيه والثالثه والرابعه، ادي وصلنا ل 120%. هو ده الاجابه اللي هو عايزها. تمام. السؤال الثالث معايا يقول لي المطلوب انشاء ملف جديد اللي هو واختار منه مستند فارغ. طبعا لان انا لما اجي انشا ملف جديد احنا قلنا قبل كده بيبقى عندي يا اما ممكن اختار قوالب بالفعل محفوظه استخدمها على طول، يا اما اختار مستند فارغ. فهو المره دي عايز يختار مين؟ مستند فارغ. طبعا احنا قلنا انشاء ملف جديد ده بتيجي منين؟ من قائمه ملف. يبقى ادوس على ملف وادوس على جديد، فتظهر لي هنا مجموعه قوالب انا مش عايزاها، انا عايزه مستند فارغ. فابتدي ادوس على مستند فارغ، هيفتح لي على طول وادوس انشاء، يفتح لي على طول ملف فيه مستند فارغ. تمام.
ما تنسيش تدعمونا بشير ولايك للقناة. النهاردة هنحل معاكم بعض من الأسئلة، وإن شاء الله في جزء تاني هنحل معاكم الأسئلة التانية. أرجو إن احنا نرجع للوورد الجزء الأول والتاني، نفهم الوورد ونفهم كل حاجة موجودة فيه، ونبتدي بقى نطبق عملي في الفيديوهات العملي. وإن شاء الله بإذن الله مش هيقابلكم أي حاجة في الامتحان صعبة. نيجي بقى عن السؤال الرابع. السؤال الرابع بيقول لي هنا ايه؟ المطلوب معرف بيانات وخصائص المستند المفتوح امامك، نفذ بالترتيب الخطوات اللازمه لمعرفه عدد الصفحات وعدد الكلمات وحجم الملف. كده هو عايز ايه؟ عايز معلومات عن الملف. طب معلومات عن الملف دي بتبقى اقدر اجيبها منين؟ هو كده كده اصلا بتظهر جزء منها في شريط الايه، المعلومات تحت، لكن هو عايز كل المعلومات، فبتظهر منين؟ يبقى من قائمه ملف، ادوس على معلومات اللي هي information، وابتدي على ايدينا الشمال بتظهر خصائص الملف من حيث الحجم، الصفحات، عدد الكلمات، وقت التحرير والعنوان والعلامات والتعليقات وكل حاجه. اي حاجه ليها علاقه بالملف بتبتدي تظهر في الايه، في الجزء ده زي ما احنا ايه شايفين. فاذا هو ما عليا ادوس غير قائمه ملف وادوس معلومات، على طول هتظهر ايه، الخصائص. نكمل مع بعض. السؤال الخامس يقول لي ايه؟ نفذ بالترتيب الخطوات اللازمه لحمايه المستند بكلمه المرور. طبعا احنا كنا عارفين حماية دي اجيبها منين؟ من قائمة ملف زي ما كنا شارحين قبل كده، تمام؟ فادوس على قائمة ملف وابتدي ادوس على معلومات، ومن معلومات ادوس على حاجة اسمها حماية المستند، وبعد كده ببتدي اختار التشفير باستخدام كلمة مرور، ادوس عليها. بيظهر لي مربع بقدر من خلاله احط الباسورد اللي انا عايزاه، مثلا وليكن 1 2 3 4 وادوس موافق. بيظهر لي رساله يقول لي عيدي كلمه المرور اللي انت لسه كاتباها، فابتدي برضو ادوس عليها 1 2 3 4 اعيد نفس الكلمه، وخلي بالي اختار كلمه مرور سهله، تمام؟ علشان ايه؟ لما اجي في الاعاده ما انساهاش، وادوس موافق. بس انا كده ايه، حميت الملف بتاعي. طب انا دلوقتي مثلا لو جه في الامتحان يقول لي الغي الباسورد مثلا، فدي زياده من عندي، هنعملها ازاي؟ من نفس الطريقه، هندخل على قائمه ملف ونختار معلومات، وبعد كده حماية المستند، وبعد كده التشفير باستخدام كلمة المرور. هو بالفعل كان مسجل الكلمة اللي أنا كاتباها. طب أنا عايزة ألغي كلمة مرور خلاص، فأعمل إيه؟ أروح مسحاها بمنتهى السهولة وأدوس موافق. كده هو شال كلمة المرور الموجودة في الملف. ولو لاحظتوا هو لما احنا حطينا كلمة مرور الحتة دي بقت لونها أصفر، يعني أكنها متفعلة. أول ما شلت كلمة المرور خلاص رجعت تاني لإيه، لوضعها الطبيعي، تمام؟ نيجي على السؤال السادس معايا. هو بيقول ايه؟ نفذ بالترتيب الخطوات اللازمة لجعل المستند للقراءة فقط. طب هو عشان اخلي المستند للقراءة فقط، هو طريقة من طرق الحماية، يعني اما احمي المستند بالباسورد، وفي الحالة دي المستخدم الاجنبي عن الملف، يعني اللي هو ملوش علاقة بالملف، مش هيقدر حتى ولا يقرأه ولا يفتحه ولا يعمل فيه اي حاجة، لازم يحط الباسورد. لكن انا ممكن اعمل حماية للمستند وخليه بس للقراءة. فبرضو ايه، بنفس الطريقة هنيجي عند ملف، وبعد كده معلومات، وحماية المستند، لأنها طريقة من طرق الحماية. بس هنا هختار ايه؟ هختار وضع علامة كنهائي. خلي بالكم احنا هنا بنشتغل على وورد 2010، مش متاح عندي دلوقتي نسخة 2019. فطبعا الواجهة 2019 هي اللي هتكون مفتوحة قصادكم فين؟ في الامتحان ان شاء الله. هو مفيش اختلافات كبيرة، ولكن انا هنا بنوه لكم على حاجه. ممكن في التحديث 2019 هتلاقوا هنا ايقونه مكتوب عليها للقراءه فقط، فتختاروها. طب لو ما لقيتوش وظهر معاكم زي ما ظهر معايا هنا، هيبقى هنختار وضع علامه كنهائي، ولما نيجي نقرا الديسكريبشن بتاعها او التوصيف بتاعها هنلاقي فيها وجعله للقراءه فقط، تمام؟ فانت برضو لازم قبل ما تدوس لازم تقرا كويس كل الكلام الموجود على الحاجه اللي هتدوس عليها، تمام؟ يبقى يا اما هختار للقراءه فقط لو متاحه، يا اما اختار ايه، وضع علامه كنهائي. وبرضو لو قرات الكلام اللي تحتها هلاقي في كلمه للقراءه فقط. فكده انا عمال لما ادوس عليه وادوس موافق كده، هو بص فعلها لي خلاها بلون اصفر كده، اتفعلت. فده معناه انا حميت المستند وخليته ايه، للقراءه فقط. نرجع بقى للايه، للاسئله بتاعتنا. احنا خلصنا السؤال السادس، نيجي عند السؤال السابع. يقول لي كيف يمكنك حفظ المستند باسم مختلف؟ طبعا احفظه باسم مختلف دي من قائمة ملف، احنا كنا برضو قايلينها قبل كده، حفظ باسم. يبقى الفرق ما بين حفظ وحفظ باسم، حفظ انا بحفظ الملف الحالي على وضعه، ما بغيرش في اسمه ولا بغير في الامتداد بتاعه. لكن حفظ باسم انا الملف اللي انا شغاله عليه ممكن اغير في الاسم بتاعه، وكمان ممكن اغير في الامتداد بتاعه. يعني ممكن اخليه مش وورد، اخليه PDF، او ممكن احفظه على بحيث ان هو يتعرض على متصفح ويب. كل ده من ايقونه ايه، حفظ باسم. دي ايقونه مهمه جدا، لما بدوس عليها كده بتتيح لي حاجتين، اسم الملف وحفظ كنوع. يبقى انا لو عايزه اغير في اسم الملف يبقى من الايقونه دي، او من حفظ كنوع من هنا. طب هو دلوقتي عايز يغير اسم الملف، وليكن انا هخليه وورد
عملي وادوس حفظ. خلاص هو كده حفظ الملف وخلاه اسم وورد عملي وظهر لي فوق في ايه، في شريط العنوان. طب السؤال بقى اللي بعديه يقول لي نفذ بالترتيب الخطوات اللازمه على المستند الحالي لحفظ المستند بتنسيق البي دي اف. تنسيق البي دي اف يبقى انا بغير في الامتداد بتاعه، بغير في نوع الملف، يبقى من نفس الطريقه اللي انا لسه قايله لكم عليها. هندوس قائمه ملف وحفظ باسم. المره دي بقى انا مش هاجي جنب الاسم، لا انا هاجي عند حفظ كنوع واختار بي دي اف ساعتها وادوس ايه، حفظ. طبعا ما انساش ادوس حفظ في ايه، في الخطوات دي، عشان لو ما دوستش ولا اكني عملت حاجه. فاول ما دوست حفظ هيفتح لي دلوقتي البي دي اف اللي انا ايه عملته اهو، ملف بي دي اف بقى اسم وورد عملي وفيه كل الماتيريال اللي انا عاملاها. طب نيجي على السؤال اللي بعديه يقول لي نفذ بالترتيب الخطوات اللازمه على المستند الحالي لحفظ الملف بتنسيق لعرضه على الويب. عشان اعرض الملف على الويب لازم احفظه بتنسيق ال HTML. طب ده ايه هعمله ازاي؟ من نفس الطريقه، ملف وحفظ باسم واشتغل على ايه، خانه حفظ كنوع. اختار منها ايه، اختار منها ويب بيج. ويب بيج ساعتها انا حفظته بتنسيق يقدر اقدر ان انا ايه اعرضه على الويب. السؤال العاشر والاخير معايا يقول لي هنا نفذ بالترتيب الخطوات اللازمه لطباعه المستند 3 نسخ. يبقى طباعه دي دايما برضو من قائمه ايه، ملف. يبقى قائمه ملف اختار منها طباعه وابتدي فوق من عدد النسخ ابتدي اختار العدد اللي انا عايزاه. هو هنا بيقول لي 3 فاكتب له 3 وادوس طباعه. بس طبعا انا الطبعه دلوقتي مش مشغلاها فمش هتشتغل ايه معايا الطباعه، ولكن احنا عرفنا الطريقه ازاي. فاذا احنا خلصنا الجزء الاولاني مع بعض، الجزء العملي من الوورد، مديول الوورد. نستنتج ايه، نستنتج اهميه قائمه ملف من الاسئله اللي احنا شفناها. يبقى قائمه ملف دي فيها حاجات كتير، فيها حفظ باسم بتتيح لي اللي انا اقدر اغير في اسم الملف وكمان اغير في النوع بتاعه. ممكن احفظه كتنسيق بامتداد بي دي اف او امتداد الويب. ممكن اعمل ايه، ممكن اعمل طباعه من خلال معلومات، اقدر اعمل كذا حاجه. ممكن اقدر احمل ملف وممكن من خلاله اقدر ايه اعمل زي ريبورت كامل كده عن كل خصائص الملف. تمام. دلوقتي احنا ان شاء الله انتظروا معانا الجزء التاني. ما تنسوش تطبقوا عملي بايديكم وتتفرجوا على الاجزاء الاولى والتانية من الوورد. ان شاء الله هتفيدكم. بالتوفيق.